مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بيكم. للي ما يعرفنيش أنا محمد محي، مرشد سياحي مصري. وده اللقاء الثالث لينا عن السلسلة بتاعتنا الرمضانية خرافات عن تاريخ مصر القديمة. بالنسبة لأي حد عايز يشوف اللقاءين اللي فاتوا، ده اللقاء الثالث. اللي عايز يشوف اللقاءين اللي فاتوا هيلاقيهم موجودين على الجروب، وكذلك موجودين على اليوتيوب. زي ما بنبدأ كل مرة، أنا بس هتأكد إن الصوت واضح والصورة واضحة، وبعد كده هبتدي على طول أول ما أتأكد إن الصورة والصوت واضحين. أوكي، أي كومنت بس، وبعد كده ه- هنبدأ الموضوع على طول. فلو أي حد بيسمع، لو سمحتم يسيب كومنت يقول إن الصوت والصورة واضحين، لا واضحين طبعا. بعد إذنكم لو في أي حد بيسمعني يسيب كومنت إن عشان أتأكد إن الصوت والصورة واضحين. عشان المرة اللي فاتت أنا حاولت قعدت أتكلم حوالي بتاع 10 دقايق، وبعد كده اكتشفت أصلا إن اللايف ما كانش شغال. فلو سمحتم لو في حد سامعني وشايفني كويس يسيب كومنت إن الصوت والصورة واضحين، بعد إذنكم. وأنا فتحت ال questions and answers عشان لو في أي حد عايز ي- يعمل أي questions. أوكي طيب يا جماعة، لو سمحتم اللي سامعني بعد إذنكم يسيب كومنت. اللي سامعني يسيب كومنت لو سمحتم على البوست ده، بعد إذنكم. أنا ظاهر عندي إن في حوالي 10 موجودين، فلو سمحتم أي حد من ال10 اللي بيسمعوني دلوقتي يسيبوا كومنت إن الصوت والصورة مسموعين أو واضحين، بعد إذنكم. يا جماعة انتوا لسه بتفطروا ولا إيه؟ النداء الأخير من فضلكم، اللي شايفني وبيسمعني يسيب كومنت يقول لي إن الصوت والصورة واضحين علشان أبدأ، بعد إذنكم. لو سمحتم يا أصدقاء يا أحباب، اللي بيسمعني دلوقتي يسيب كومنت يقول لي إن الصوت والصورة شغالين. مفيش أي حد ظهر لي منه كومنتس لحد دلوقتي خالص. أنا بيظهر لي الناس اللي بتدخل على اللايف دلوقتي، فلو سمحتم حد يسيب كومنت بعد إذنكم. طيب أوكي، أنا هبدأ على طول عشان إحنا النهاردة برضو مش هنطول كالعادة، عشان دي المفترض إن هي تبقى كبسولات رمضانية سريعة بنتناول فيها موضوع الخرافات عن حضارة مصر القديمة. الخرافات دي بتشمل أي نوع من أنواع الخرافات، هي الحاجات اللي هي المغلوطة عن تاريخ مصر القديمة واللي بتكون شائعة ومتداولة. يعني أنا لا أتناول أشياء مثلا يعني يؤمن بها شخصين ثلاثة مثلا أو بعتقد فيها شخصين ثلاثة، لا، أنا بحاول أشوف الحاجات المين ستريم علشان نبدأ بيها. فده اللقاء الثالث، والسؤال اللي بنطرحه في الحلقة دي هو: هل قدماء المصريين كانوا مسلمين ولا لا؟ لأن ده زي ترند كبير جدا جدا جدا، وترند ده يعني ليه دورة حياة لا تنتهي تقريبا. يعني دورة الحياة دي يعني يعني تكاد تكون عشرات السنين لحد دلوقتي، ومنذ بدء السوشيال ميديا تقريبا. أهم النقاط في هذا الموضوع مثلا احنا بيطلع علينا مثلا يعني ما بين كل حين وآخر مثلا مجموعة من البوستس على السوشيال ميديا بتتكلم عن تاريخ مصر القديمة بشكل خرافي. فأنا حضرت النهاردة شوية حاجات كده أهو، عايزين نقراها شوية ونشوف إيه النمط اللي بيجمعهم كلهم مع بعض علشان نقدر يعني نخرج بحاجة يعني، أو نفهم ليه الحاجات دي متكررة، عشان ما نقعدش نرد على كل حاجة واحدة واحدة. لا، احنا هنشوف ايه النمط اللي بيجمع كل الاشياء دي مره واحده في سله واحده زي ما بيقولوا،
وبعد كده نشوف يعني الحاجات دي اصلها ايه وازاي ممكن نرد عليها يعني. فمثلا عندنا في بوست مثلا مشهور جدا انا شفته كتير، اسمه بيقول لك اسماء سحرة فرعون الذين امنوا بالله كذا 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 كذا. حلو. هل تعلم ان هناك مدن بمصر تنسب اسماء الى اسماء سحرة فرعون الذين ناظروا موسى عليه السلام يوم الزينة؟ اللي هم مين بقى؟ بنها، ملوي، ديروت، اسيوط، صملوط، سوهاج، منفلوط الى اخره. يعني هو بيقول البوست ده بيقول ان في مدن او قرى مصريه متسميه باسماء سحرة فرعون. وطبعا ده اكيد مش شيء ايجابي، يعني ده اكيد شيء سلبي طبعا. وده ممكن يعني يتبعه زي ما احنا بنشوف يعني مجموعه من الناس المهووسين اللي ممكن تصدق الكلام ده، وبعد كده يرجع يقول لك والله احنا عايزين نتخلص من هذه الاسماء، يعني عشان الاسماء دي يعني تعبر عن شيء سلبي وليس ايجابي. ده مثلا اول حاجه. تاني حاجه مثلا يجي يقول لك ايه مثلا ان اسيا زوجة فرعون. ناس كتيره بتقول ان اسيا زوجة فرعون دي اسمها مصر القديم. طب ايه المصري القديم الموازي لاسيا ده؟ طبعا قال لك ان الاسم المصري القديم الموازي لاسيا هو آست او ايزيس. فمعنى ذلك ان هي كان اسمها ايزيس، وبالتالي نقدر نحاول نلاقي لها يعني حاجه في التاريخ المصري القديم يعني. ده رقم اتنين. انا لحد دلوقتي ما بنتقدش اي حاجه خالص، انا لحد دلوقتي بعرض الكلام ده. طيب، لما نيجي بقى نرجع بقى للي بيجمع لكل هذه الاشياء يعني ضربه البدايه للموضوع ده، يعني هو امتى اصلا الناس ابتدت تقول ان قدماء المصريين كانوا مسلمين اساسا، وازاي تم الربط ده ما بين التاريخ المصري القديم والمرويات الاسلاميه. حلو. نيجي مثلا نشوف في موقع اسمه هدى القرآن. ده انا مش بستشهد بيه، ولكن انا شفت فيه تجميعة كبيرة جدا عن اشياء متعلقة بالموضوع، فاحنا ممكن نقراه سوا سريعا. يعني انا مش هقرا طبعا بالتفاصيل، ولكن هحاول اجيب يعني اهم ما جاء في هذه يعني في هذه الاشياء. معلش بس تصبر عليا شوية عشان الكونكشن مش احسن حاجة. آه، طيب، الصفحة هو اسمها هنا القرآن. موقع اسمه هنا القرآن، والمقال اسمه نبي الله إدريس عليه السلام، واللي كتبه اسمه الشيخ عبد الحسين الشبستري. أعتقد إن يعني من اسمه من عبد الحسين إن ده موقع شيعي يعني، وكويس إن هو موقع شيعي برضو علشان ما يبقاش الموضوع يعني إيه يعني محدش يقول إن يعني الموضوع ده، لأن إحنا نستعرض برضو كتب كتبها ناس من السنة أيضا. فيقول لك نبي الله إدريس عليه السلام هو إدريس بن يارد، وقيل لود ابن مهلئيل ابن قينان ابن أنوش إلى ما آخره. جاء اسمه في التوراة خنوخ أو أخنوخ، يعني هو أنا حصل ربط ما بين الاسم التوراتي أو النبي التوراتي أخنوخ وما بين إدريس في القرآن. وبعد كده قال لك إيه، يسميه اليونانيون أرميس أو ترميس، ويعرف بهرمس الحكيم. فإحنا كده عندنا ربط، الربط ده موجود في الكتب السنية وفي الكتب الشيعية. تمام. طيب هو الكلام ده مصدره ايه اصلا؟ مفيش اي حاجه. هو الشيخ اللي كتب الكلام ده هو اللي بيقول الكلام ده. بيقول لك هو ثالث الانبياء. وبعد كده بقى بيقول لك حاجه غريبه جدا، بيقول لك ولد بمصر في مدينه منوف، يعني كان منوفي، ثم تجول في ارجاء الارض ثم عاد الى مصر، ويقال ولد ببابل في العراق وبها نشا وترعرع ثم رحل الى مصر. وبالمناسبه في الكتب او المرويات السنيه نفس الموضوع بالظبط، ان هو يا اما اتولد في بابل او اتولد في مصر. يقول لك ان هو كان من السريان وكان خياطا، ويعد اول من خط الثياب ولبسها، وكان الناس من قبله يلبسون الجلود. ادرك من حياه ادم عليه السلام 368 سنه، وقيل 308 سنوات. بعد كده تعلم علوم شيس ابن ادم، وتولى سدانة بعض المعابد، ولما طعن في السن بعثه الله للنبوة، فقام بإرشاد الناس في بابل، وأمرهم بعبادة الله وتوحيده، ونهاهم عن مخالفة الشرائع. وبعد كده بيستمر الموضوع بقى ان هو ايه، ان هو خطط المدن، شجع الناس على بنائها، قسم الارض لاربع اقسام، وعين لكل قسم معمور منها ملكا يحكمه، وهكذا. يعني من الاخر كده خلاص الكلام، يعني هو اللي بيجمع هذه الكتب ان ادريس هو تقريبا اللي علم كل البشر في بابل وفي مصر اصول الحضاره يعني. طيب، هل في كتب تانية قالت الكلام ده؟ ايوه في كتب تانية، زي مثلا احنا مثلا جينا في مقال على المصري اليوم، في مقال كده ظريف لطيف اتكلم عن إدريس، النبي إدريس، في وجمع أكتر من حاجة يعني. فخلينا نشوف مثلا إيه الحاجات دي. أنا بقصد طبعا إن اللقاءات دي تكون يعني غير مخطط ليها، بحاول إن أنا يعني إيه ما أحبش أسترسل، لأن أنا بشوف من وجهة نظري الشخصية ان يعني كل ما هو موجود على السوشيال ميديا هو عباره عن
مغالطات وخرافات الى ان يثبت العكس. ما ينفعش السوشيال ميديا تبقى مصدر للمعلومات يعني. عشان كده انا بتجه اكتر لكتابه الكتب، ودايما بتعب في الكتب بتاعتي وبوثقها حتى بطريقه توثيق علميه زي الكتب العلميه والرسالات العلميه. طيب ندخل على الموقع على المقال على طول. بيقول هو المقال عنوانه كده: نبي الله ادريس من انت؟ عالم مصريات اوزوريس ومؤرخون يرونه الحكيم هرمز. التوراه ذكرته على انه اخنوخ من نسل ادم. السيوطي ملك مصر القديم. المقريزي وصفه باحب بناء الاهرام. وعلي جمعه ابو الهول. كل دي الاراء اللي معروضه في المقال ده. طبعا مش هقراه كتير، مش هقراه كله يعني. احنا طبعا بدايه المقال بيتكلم عن ان هو يعني ايه بعد ادم وشيس ابن ادم. وبعد كده بيقول لك ايه بقى، ركز معايا: جاء في تواريخ كل من الطبري ابن كثير ابن الاثير والمسعودي. خلينا نركز على الطبري الاول، لان الطبري من اول مفسرين القران، اللي هو ابن جرير الطبري. فبيقول ان ادريس هو اخنوخ من نسل شيث ابن ادم، وتسميه الصابئه هرمس، ويفسرها المسعودي بعطارد. بالمناسبه هو لحد الطبري من احد المفسرين الاوائل ما كانش فيه اي حاجه خالص عن النبي ادريس نهائي، الا انه هو اللي اتكتب في القران، اللي هو ان هو كان ليه مكانه عاليه، وان هو اترفع الى السماء. بس ما كانش فيه اي حاجه تانية خالص بتذكر ادريس باي شيء تاني يعني. موضوع انه علم الناس وخطط المدن والحاجات دي كلها ظهرت لها حقا بعد كده، ويمكن بدايه من القرطبي. يعني عشان بس الخص اللي انا عايز اقوله، ان الموضوع بدا في بدايات الاسلام المبكره مع ذكر النبي ادريس في القران الكريم. ما كانش فيه اي معلومات عنه تقريبا يعني. كان تقريبا الناس اول 300 سنه من تاريخ الاسلام ما كانتش تعرف اي حاجه عنه. بعد كده آه، آه، ابتدت تظهر هذه الاشياء يعني. بعد كده بقى في ناس بقى بتقول ان ادريس هو بالهول. ده كان عرضه الدكتور علي جمعه. وبعد كده في ناس تقول لك ان ادريس هو اللي علم المصريين وهكذا. وبعد كده جايبين تصريح للدكتور وسيم السيسي وهكذا. فاللي انا عايز اقوله باختصار شديد ان الربط ده بقى طبعا هيؤدي الى نتيجتين. النتيجه الاولى طبعا ان قدماء المصريين هم حضارتهم دي تعلموها من النبي ادريس، فبالتالي مفيش اي مجهودات فرديه. فبالتالي الموضوع كله متعلق برسالة ونبوة من السماء، وإن المصريين القدماء يعني ما بنوش هذه الحضارة يعني بمجهودهم أو بتعبهم. فعشان كده أنا يعني إيه بحاول أوصل لهذا الموضوع يعني. فإحنا لما وصلنا له دلوقتي قلنا إن حتى المرويات الإسلامية المبكرة لم تتوافق على هذه المرويات الأحدث منها، ان النبي ادريس نزل بمصر وهذا الكلام. طيب هل ده بقى اللي بيحصل في ارض الواقع؟ اللي بيحصل في ارض الواقع دلوقتي ان احنا بنسمع نقول ان المصريين القدماء كانوا اول الموحدين، ان المصريين القدماء دول كانوا على المله الادريسيه، ان المصريين القدماء دول كانوا حنفاء وهكذا. وهو مبني على ما يقال انه مرويات فقط يعني، ما فيش اي شيء في صلب الدين بيقول الكلام ده. فعشان كده الناس دي بتعمل حاجه بسيطه جدا، هي بتربط الاقدم اللي هو مؤصل ليه زي مثلا الاله اوزوريس او اوزير بالنبي ادريس. فلما بيربطوهم مع بعض بيتحقق هذا الربط طبعا في فكره ان الاثنين ليهم صفات متشابهه. ولكن احنا بنيجي نرجع للمنطق البسيط جدا. هم بيقولوا مثلا يعني من ابسط الحاجات اللي انا سمعتها، اللي في بعض الناس بتطرحها ببساطه شديده جدا يعني. هم مش ما عندهمش اي مصادر للموضوع، لكن هو الموضوع ملمس معاهم. فيجي يقول لك ان الاسمين متشابهين، ادريس واوزوريس، فالاثنين كده متشابهين يعني. وده تشابه يثير الاهتمام يعني. طبعا هو الاله المصري القديم اوزوريس ما كانش اسمه اوزوريس اصلا، هو اسمه وزير او اصر. فعشان كده مفيش اي ربط ما بين الاثنين. القيس اللي جت في الاخر دي هي الاغرقه بتاعت الاسماء المصريه القديمه لما تم اغرقتها بعد كده. فبقت قاصد بقت ايزيس، نبت حت بقت نفتيس وهكذا. فده متعلق بالموضوع. فبعد كده لما الفكره دي ابتدت تاخد رواج، ابتدى بقى يظهر حاجات تانية بقى على السطح مؤخرا. واحنا بنتكلم هنا مؤخرا يعني في اقصى تقدير ال 150 سنه اللي فاتوا، ويعني والتركيز اكتر كان على ال 50 سنه اللي فاتوا. فاحنا بنسمع بقى طبعا حاجات بقى متشعبه من هذا الاصل اصلا اللي انا ذكرته ده. ومنها مثلا ان قوم عاد هم اللي بنوا الاهرامات. ده مستند على نفس الشيء، ان هو بياخد من نفس المرويات وبيحاول يمنطقها ويعصرنها ويربطها بعلم المصريات، او ان هو يهدم بيها علم المصريات. بنلاقي فيها مثلا يعني احد الاشياء التانية مثلا. يعني دي شيء انا سمعته قبل كده وكان واخد يعني ترند كبير جدا حوالي 2017، وهي تعليم لحكيم مصري يدعى الحكيم بتاع حتب. بتاع حتب عاش في عصر في اواخر عصر الدوله القديمه المصريه. احنا بنتكلم عن عصر بنات الاهرام حوالي 4400 سنه فاتت. وترك معليم ل اسف تعليم لمكارم الاخلاق في مصر القديمه، واحده من اجمل يعني النصوص البشريه التي انتجت على مدار التاريخ كله يعني. فانا سمعت ان في حد حاول يربط ما بين الحكيم المصري بتاع حتب وما بين الحكيم لقمان. فبيقول ان بتاع حتب هو كان لقمان، وان هو اتعلم من شخص مجهول يدعى
كاكايمين او كاكيمين، يعني هو ده اسمه مختلق ايضا، تم اختلاقه على هذا الموضوع. هو الموضوع كله متعلق بنفس الفكره، احنا بنحاول نؤصل للمرويات دي في التاريخ المصري، فبنحاول ندور على اي ربط، حتى لو الربط ده اصلا ملوش تاصيل حتى في الديانه نفسها، يعني ملوش تاصيل في الاسلام نفسه. يعني زي ما ذكرنا ووضحنا ان كانت في القرون الثلاثه الاولى ما كانتش المرويات دي اصلا يعني يعتد بيها، ولكن بعد كده آه، ابتدت ان هي تاخد حيز كبير يعني. نرجع بقى للموضوع الاهم الثاني اللي هو اسيا بنت مزاحم، سيده اسيا. فالسيده اسيا طبعا في ناس هتيجي تقول لك ان اسيا شبه ايزيس، فلو اسيا شبه ايزيس يبقى الربط ده ممكن نحققه، ولكن المفاجأة في الموضوع إن ابن كثير مفسر القرآن ذكر لنا اسم آسيا بنت مزاحم كاملا. فثانية واحدة هجيب لكم الاسم. هي آسيا بنت مزاحم ابن عبيد الديان ابن الريان ابن الوليد. مين بقى الريان ابن الوليد ده؟ طبقا للمرويات العربية، الريان ابن الوليد هو كان فرعون مصر في عصر النبي يوسف. فمعنى ذلك ان احنا بنتكلم على شخصية، يعني لو هي اسمها الاصلي ايزيس زي ما الناس دي بتقول، فيبقى لو اسمها ايزيس، طب مين بقى مين مزاحم ده ومين الريان ومين الناس دي كلها؟ طبعا دي كلها مش اسماء مصريه قديمه. نرجع بقى للي احنا بدأنا بيه اللي هو سحرة فرعون. طبعا قال لك ان سحرة فرعون دول طبعا هي اسماء القرى المصريه القديمه اللي هي موجوده. هو الصحيح طبعا ان القرى دي كلها اساميها مصريه قديمه، تم توارثها عبر الاجيال، ونجت يعني بمنطوق لغوي مختلف شويه او منطوق مختلف شويه عن الموضوع. ولكن احنا لو هنتكلم عن المرويات الاسلاميه، في المرويات الاسلاميه لما جت اتكلمت عن سحره فرعون قالت لك كده ان هم كان على رؤوسهم اشخاص اسمهم صبور وعذور وحتحت ومصفي، ومفيش اي تشكيل على هذه الاسماء، فيعني ما نعرفش بيكتبوا ازاي، لكن هم بيكتبوا صابور عاذور حتحت ومصفي. وفي كتب تانية قالت ان مصفي ده اسمه المصفي. طبعا دي كلها مش اسماء مصريه قديمه مالهاش علاقه بالموضوع. والموضوع كله زي ما احنا يعني ذكرنا هو عباره عن يعني زي ما احنا بنقول كده، ليه اصلا في ناس بتحاول تقدم هذا الطرح باستماتة شديدة؟ يعني ليه بتحاول تأسلم الحضارة المصرية القديمة أو إن هي تنسبها للإسلام؟ علشان حاجة بسيطة جدا، وهي إن الناس دي هي أفكارها عبارة عن خط متصل للرد على مزاعم أخرى، وهي دعوات تكفير الحضارة المصرية القديمة. وفكرة اللي هي إن الحضارة المصرية القديمة دي طبعا هي المنتسبة لفرعون، فلو منتسبة لفرعون فمعنى ذلك إنك أنت يعني لو انتسبت لها ده شيء يعني لا يشرف وشيء سلبي جدا. وده اللي انا ذكرته في الاول. حتى يعني حتى الحاجات دي انا لا اعتقد ان هي بتتكتب ب... يعني يعني زي ما بنقول بحسن نيه، لان هو اللي بتتكتب بحسن نيه، فهو مش هيذكر طبعا ان اسامي القرى المصريه دي هي عباره عن اسماء سحره فرعون. يعني احنا عندنا بلدان في مصر بنسميها على اسماء سحره فرعون، فهنعمل في البلدان دي طبعا نغير اسمها طبعا. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان في الاتجاه ده كان للرد على دعوات تكفير الحضاره المصريه القديمه، فانتهى الموضوع بالنهايه ان بقى عندنا حاجه زي حرب الاديان كده. الموضوع بقى ايه بقى؟ لا انتوا بتكفروها فاحنا هنسلمها علشان التكفير وحش والاسلامه حلوه وهكذا يعني. فدخلوا في الموضوع ده. طبعا عارف الموضوع شائك وحساس، انا ما كنتش عايز ادخل فيه اصلا، ولكن طبعا هذا الانتشار يعني مع حلول شهر رمضان لمثل هذه البوستات يعني طبعا بقى شيء مستفز جدا يعني، ويعني غير منطقي. طيب ايه بقى المحصله النهائيه لما الحاجات دي بتنتشر؟ احنا بيبقى عندنا تاريخ موازي خرافي تماما عن حضاره مصر القديمه، ملوش علاقه اصلا بعلم المصريات. يعني احنا حتى لما بنيجي نلاقي ناس بتستشهد مثلا تقول لك ابو الهول هو مثلا النبي ادريس، هو تمثال النبي ادريس، فما بتجيش تقول لك طبعا هي جايبه الكلام ده منين. فحضرتك بتيجي تدور ما بتلاقيش ان الكتب دي ملهاش علاقه بعلم المصريات اصلا، ولا تتعلق بها. هو بيتعلق بالمرويات العرب بعد القرون الثلاثة الأولى من ظهور الإسلام، بعد الإمام الطبري تحديدا، يعني بعد الفترة دي. يعني احنا بنتكلم عن نص العصر العباسي تقريبا. طيب بعد كده بنقول تغييب الناس عن علم المصريات، ده أحد أهداف هذه الأشياء. مثلا في ناس مثلا بتحاول تبرر لده، بتقول ان الائمه اللي كتبوا الكتب دي على فكره بالمناسبه هي مش كتب دينيه اصلا، هي كتب مرويات. يعني مثلا كتاب الامام محمد بن جرير الطبري كان بيقول هو اسمه تاريخ الملوك والرسل، ده ملوش علاقه بالدين اصلا، يعني هو كتاب يعني تاريخي يعني.
فالناس عشان تجيب يعني لما لقت ان الكلام ده مش منطقي اللي مكتوب ده، فابتدت تكتب في المقدمات بتاعت الكتب دي ان ده يعني مش الرأي الصواب او ان الرأي ده. فطبعا في ناس تانية جت قالت لك ان الائمه هي اللي كتبت الاراء دي. طبعا ده غير صحيح. هو اللي اتكتب، الناس اللي كتبت مقدمه هذه الكتب في العصور الحديثه لما ابتدت تلاقي ان في كلام مش منطقي اصلا. وبعدين هي الناس اصلا كانت بتتكلم لما كتبت هذه الكتب في البدايه، كانت بتتكلم ان الكتب دي هي عباره عن مرويات، الحاجات اللي يعني بيتم سماعها وتداولها يعني، حتى لو ما كانتش في صلب الدين. الخلاصه من الموضوع ده كله يعني، قبل ما هنيجي لنقطه اخيره، زي ما انا ذكرت، السوشيال ميديا مش مصدر معلوماتي. اي شخص غير دارس لعلوم المصريات، نسبه صدق ما يطرح غالبا على السوشيال ميديا هتكون 0%. يعني وانا لا ابالغ اني اقول ده، ولكن هي تبقى 0%. وانا دايما بستغرب هو ليه الناس دايما ما بتحاولش ان هي تعمل حاجه من الاثنين. لو حضرتك مش عايز تدور في المصادر، ممكن يعني تشوف اي حد من الساده الدارسين زملائنا كتير الافاضل والاكارم، وهم كتير جدا، وتحاول تشوف هما بيكتبوا ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انك انت تحاول يعني تدور بنفسك. احنا عندنا في موسوعه عظيمه جميله جدا كتبت منذ الاربعينيات، وهي موسوعه الدكتور المرحوم سليم حسن الله يرحمه. فدي فيها يعني زي ما بيقولوا اللي يكفي ويوفي عن هذه المواضيع. نيجي بقى طبعا للتوب بتاع الحاجات دي. انا هحط الصوره دلوقتي في الكومنتس، عشان الصوره دي تقريبا يعني هي بيعتبروها يعني الدليل الالفا، اللي هو رقم واحد عند اصحاب هذه الاطروحات. انا مش عارف الكومنتس، ما اعتقدش ان الكومنتس مسموح صور. مفيش صور في الكومنتس، مش هينفع احط صور في الكومنتس. طيب، باختصار الصورة اللي انا عايز اعرضها هي بتظهر شخص مصري كأنه في وضع السجود، وبيقول لك ان الراجل ده يعني يخر للاذقان، زي ما هو مذكور في القرآن الكريم ان الراجل ده كان من المسلمين المؤمنين. في حين ان احنا لما بنيجي نبص على الجداريه بالمنطق البسيط والسهل جدا جدا، هنلاقي ان الجداريه دي في ناس ثلاث اشخاص واقفين جنبه. وانا هحط الصوره في الكومنتس بعدين، او احاول يعني اوصلها لكم. وان قدامه على طول هو عباره عن الجداريه دي هي جزء من منظر كبير. قدامه على طول بنلاقي الجزء الخلفي من جسم نفرتيتي. وليه قلنا نفرتيتي؟ لان من الواضح جدا فيما تبقى من هذه الجداريه ان الهبس بتاعتها، يعني الجزء بتاع الرجل الهبس ده واضح من قدام. فواضح جدا ان الكيرف ده بتاع واحده ست يعني. فخلاصه الكلام ان الموضوع كله عباره عن وضع تعبدي من الملك اخناتون والملكه نفرتيتي تجاه الاله آتن او ايتن قرص الشمس في عصر الملك اخناتون. طيب الراجل ده بقى اصلا يعني ليه على الارض؟ ليه بيسجد على الارض؟ لان في هناك وضع شهير في مصر القديمه اللي هو اسمه سبتا، اللي هو تقبيل الارض. دايما هتقرا في النصوص المصريه القديمه، واشهرهم مثلا نص سنوهي، قصه سنوهي المصري او صانهت المصري. سنوهي يجي يقول لك ايه مثلا؟ لما سنوهي ده طبعا كان شخص مصري هرب الى اقليم ريتشنو او ريتنو اللي هو الشام حاليا. ولما راح الاقليم ده بقى شيخ من شيوخ البدو، وكان بيتمنى ان هو يرجع لمصر. فلما جاله الجواب بتاع الملك ان هو يرجع مصر، قال لك ان انا قبلت الارض واستلقيت على بطني ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو غالبا عمل السبتة، يعني هو حط راسه على الارض او استلقى على بطنه علشان ان هو يعني يظهر شيء من الاحترام او التقدير او التبجيل. وبالمناسبه هو نفس الموضوع اللي موجود في هذه الجداريه الشهيره من عصر الملك اخناتون. فاذا الموضوع ولا ليه علاقه بان ده بيسجد ولا بيصلي ولا الكلام ده كله ولا اي حاجه. والخطير هنا جدا في الموضوع ان لو حضرتك عايز تقول ان في عصر الملك اخناتون ان الراجل ده كان مسلم وكان يدين بديانه الاسلام، فحضرتك كده يعني اسف في اللي انا هقوله، انت كده بتهدم الاسلام نفسه. ليه بقى؟ لان لما حضرتك تقول الكلام ده كله وتحاول تقرا عقيده اخناتون كما تركها هو ودونها في الاناشيد الموجهه للاله آتن، هتلاقي ان الموضوع ملوش علاقه بالاسلام تماما خالص، ولا يتشابهوا مع بعض. الختام اللي انا عايز اقوله في النهايه، احنا دلوقتي يعني انت ممكن حد يجي يسال دلوقتي، يعني يجي يقول لي انت ليه يعني انت ليه بتقول كده؟ انت عايز تثبت يعني المصريين القدماء كانوا كفار؟ انت ليه طيب بتعارض الناس اللي بتقول ان هم كانوا مسلمين؟ يعني هو هل لا قدر الله يعني هو الاسلام ده شيء وحش مثلا يعني انت بتحاول تنفي عنهم وهكذا؟ الحقيقه ان ده مش الغرض اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم من منطلق بسيط وسهل وسلس جدا، وهو فكره يا جماعه المصريات هي علم مستقل كامل. مش هينفع
نقحم في الصراعات الدينية، لأن ده هيوصلنا لنتائج متحيزة في النهاية، هتبعد بينا عن إن إحنا نعرف حقائق عن تاريخنا المصري القديم. الدليل على كده مثلا لو حضرتك تناولت كل الناس اللي بتحاول تطرح أو تلصق الدين بالمصريين القدماء أو الإسلام تحديدا، فهتلاقي ان الاطروحات كلها خرافيه. يعني احنا وصلنا ايه في النهايه؟ ان قوم عاد هي اللي بنت الاهرامات، المصريين القدماء كانوا مسلمين، ان سيدنا ادريس هو اللي علم المصريين كل حاجه وهكذا. خلاص احنا كده خلقنا تاريخ موازي لتاريخ مصر القديم. فاللي احنا بنقوله باختصار شديد يعني ان تقييم الاشياء او تقييم حضاره المصريين القدماء من خلال النظره الدينيه هو تقييم غير محايد، مفيش حياد فيه، ولكن الافضل هو فكره ان احنا نحاول ان نبحث عن الحضاره المصريه القديمه حقائقها. والحقائق دي تركها لنا المصري القديم منقوشه على الحجر، مكتوبه على ورق البردي، وموجوده في العديد والعديد من الاثار. فعشان كده زي ما احنا بنقول يا جماعه، يعني حتى لو هنطرح هذه المواضيع للنقاش فنحاول حتى على الأقل إن إحنا نعرف ما تركه المصريين القدماء الأول، وبعد كده نقدر إن إحنا يعني نشوف الموضوع ده إيه يعني. برضو في لعبة ناس تانية بتحب تلعبها، وهي فكرة إن هو بياخد آراء لعلماء مصريات ويصيغ هذه الآراء يعني عشان تناسب ما يطرحه هو. في النهاية على فكرة علم المصريات هو علم من النزاهة، إن لما بيكون هناك آراء شخصية أو حاجات من دي يعني بيطرحوا هذا الطرح باعتباره رأي شخصي أو استنباط شخصي. أنا ما بنلاقيش حد بيجي يقول والله هو ده الموضوع ومفيش دليل، هي دي ده اللي عندنا ومفيش دليل. ده ما بيحصلش طبعا وغير وارد يعني. وحتى وإن حصل بيكون عبارة عن يا حاجة من الاثنين، يا أبحاث أو ديتد خلاص عفى عليها الظهر. مثلا نذكر منها مثال بسيط هو ملوش علاقة بالموضوع بس بيصور هذه الفكرة يعني. إن أوجست ماريت مؤسس المتحف المصري وأول رئيس لمصلحة الآثار هو جاستون ماسبيرو خليفته، ان مثلا مريض كتب ان في انفاق تحت ابو الهول، هو ماسبيرو في انفاق تحت ابو الهول وفي مدينه كامله تحت ابو الهول والكلام ده كله. طيب ليه؟ لان المعرفه المتاحه وقتها كان ابو الهول اصلا مغمور بالرمال، فهو ده اللي هو قدر يستخلصه طبقا لمفاهيم عصره. طب هل احنا بقى مثلا بناخد الكلام ده على ان هو كتاب مقدس وخلاص اللي قاله ماريوت وماسبيرو ده هو بقى خلاص يعني كلام منزه ومش هينفع يعني نناقشه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. هو علم يتطور بتطور الزمن. وده برضو بيقودني لنقطه سريعه جدا واخيره، هي فكره واحد يجي يقول لك ايه مثلا لا اصل العلم ممكن يكتشف حاجات جديده وبتاع مش عارف ايه. لا طبعا في حاجات ثابته لا يمكن ان تتغير، ومنها مثلا على سبيل المثال نذكر يعني مثلا ان احنا ما لقيناش في خلال جميع هذه الابحاث التي كانت على مدار اكتر من 200 سنه من علم المصريات ان مثلا في حد بيقول مثلا والله ان الملك رمسيس كان اسمه مثلا اي حاجه تانية حنفي مثلا زي ما في ناس بتحب تقول، ولا برعي، ولا في ناس مش عارف قالت ان الملك خوفو كان اسمه الحقيقي غنيم وهكذا. والله مش بهزر صدقوني اصدقاء يعني، في ناس قالت كده وصل بيها الموضوع لكده يعني. فطبعا الثابت عندنا ان احنا عندنا ملوك اللي هم بنات الاهرام خوفو وخفرع ومنكورع، وعندنا ملك زي رمسيس الثاني ده وجوده التاريخي ثابت ولا يوجد فيه اي تشكيك. فطبعا هي الناس بتتجه لفكره ايه؟ يقول لك اصل العلوم متغيره فخلاص بقى احنا ممكن نغير كل حاجه. فيعني ايه نغير كل حاجه حضرتك؟ يعني احنا نعيد كتابه التاريخ من الاول. طب هنكتبه ازاي؟ هنألف بقى يعني، هنعمل الكلام ده كله. فيبقى الاهرامات بناها قوم عاد، وان الاله ايزيس هي اسيا بنت مزاحم، وان مش عارف مين هو ايه وهكذا يعني. ففي النهايه خلاص الكلام يعني زي ما انا قلت هي كلها اشياء لا تستند على يعني مش هقول أدلة، منطق متماسك. مفيش منطق متماسك، وتعتمد جميعها على إن المتلقي ما بيبحثش وما بيدورش خالص بشيء. مفيش أي حد تقريبا من مصدق هذا الكلام بيدور مثلا ورا هذا الكلام وحتى عشان يعرف أصله. يعني مش بقول لك حتى إن هو ينتقده، لا عشان يعرف أصله ده ما بيحصلش يعني. خلاصة الكلام في هذا اللقاء الجميل يعني انا حاولت ان انا اكون مختصر يعني وتو ذا بوينت، يعني ان انا يعني اوصل للهدف على طول باقصر الكلام واقصر الطرق. لو في حد حابب ان هو يستوثق من الكلام اللي انا قلته ده ممكن يبعت لي وانا ابعت له اللينكات اللي انا استندت ليها في الموضوع ده. مثلا هجيب لكم انا مثلا اللينكات دي واخدها كوبي دلوقتي وهحطها في الكومنتس عشان لو في اي حد عايز ان هو يعني يبقى يراجع على الحاجات دي. وبالمناسبة هو اللي بيعرض المواد دي يعني بيقول لك هو جايب الكلام ده منين يعني وهكذا. وانا مش عايز الجلسة دي تكون جلسة علمية، ولا انتوي ان هي تكون جلسة علمية. انا هي عبارة عن دردشة ما بيني وما بينكم يعني. والدردشة دي بتحمل أو بتعبر عما أحمله من أفكار بحاول أشاركها معاكم. ولكن لو حضرتك عايز أشياء موثقة بتلاقيها في الكتب العلمية، وأنا حاولت إن أنا أعمل ده في كتاب الهكسوس بسبب
ان هذا الموضوع موضوع شائك جدا ومعقد جدا، ويكاد يكون ملوش تقريبا مصادر مكتوبه بالعربي او حتى مصادر مصريه يعني. فعشان كده ده اللي انا حاولت اعمله. انا هستنى دلوقتي حوالي 5 دقايق. انا خلاص حطيت الكومنت وفي كل اللينكات اللي انا استندت عليها في خلال البحث، ما خدش مني حوالي 5 دقايق يعني تقريبا. عشان برضه انا بحاول اثبت ان الموضوع مش بهذه الصعوبه اللي يتصورها البعض. يعني انت لو حضرتك دخلت كتبت مثلا سيدنا ادريس على على جوجل، تكتب مثلا سيدنا ادريس نزل بمصر مثلا، هتبص تلاقي، هتفاجئ من كميه النتائج البحثيه اللي هتظهر لك. انا هستنى عشان لو في اي حد عنده اي اسئله قبل ما نبدا، قبل ما ننهي اسف، وبعد كده ه- هقفل اللايف. لو في حد عايز كمان، يعني دي حاجه ممكن نجربها جديد، يعني لو في اي حد عايز يطلع على الجست معايا يتفضل، انا ما عنديش اي مشكله خالص واتشرف بيه طبعا. فلو في حد ممكن يسيب ريكوست في الجست ان هو يطلع في الجست. هستنى 5 دقايق، لو مفيش اي حد طلب ريكوست انا هقفل اللايف، ونتقابل في اللقاء الاخير الجمعه القادمه. انا تقريبا عندي مشكله، الكومنتس ما بتظهرش عندي، فانا مش عارف يعني اجيبها ازاي، لان انا في موضوع التكنولوجيا على الفيسبوك تحديدا، يعني انا مش ضليع في الموضوع ده يعني. فانا عشان كده بحاول افتح دلوقتي من اللابتوب عشان اشوف لو في اي حد ساب كومنتس. وزي ما انا ذكرت، لو في اي حد حابب يطلع على الجست بيطلب ريكوست وانا ممكن اطلعه معي. ما حصلش خلاص، مفيش مشكله، نتقابل الجمعه القادمه. انا ما جاليش اي ريكوستات لحد دلوقتي، فهعمل محاوله اخيره وبعد كده هنهي اللايف ونتقابل الجمعه القادمه. طيب، مفيش اي ريكوست، حتى الكومنتس لسه برضو ما بتظهرش عندي. اوكي. طيب اوكي، حتى عشان الكونكشن مش مظبوط فانا هستأذن دلوقتي. اتمنى لكم كل خير، والقاكم الجمعة القادمة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.